أعزائي المشاهدين متابعين الكرام أبو إدريس، أهلا وسهلا بكم في كل مكان. الإسماعيلي يقسو على الزمالك يمسح به الأرض. فوز مستحق من الإسماعيلي 2-1 على الدروية على الزمالك. مباراة من طرف واحد. أفسد المباراة الحكم محمد عادل في حالة طرد لمحمد صبحي في الشوط الثاني، ضرب من غير كورة. في قانون الكرة أي ضرب من غير كورة طرد. نفس اللاعبي ضرب محمد عبد المنعم في ماتش بيراميدز واتطرد، لكن هنا محمد عادل ليه رأي تاني، يعني النادي اللي بيلعب الزمالك اللي هو النادي بتاعه اللي هو بيشجعه اللي هو منتمي ليه، فاتغاضى عن حالة طرد. انذارات بالجملة الفريق الإسماعيلي حسب 8 دقايق وقت بدل ضايع، كملهم لغاية الدقيقة 9. ظلم ما بعد ظلم. المفروض محمد عادل ما يحكمش تاني، ده لو في عدل في التحكيم المصري أو في الاتحاد المصري. مبروك الإسماعيلي وجمهور الإسماعيلي الفوز اللي هو مستحق على الزمالك الضعيف، لأن الزمالك صعد أول امبارح في كأس مصر على حساب بروكسل ظلم والحكم اتوقف. وإن شاء الله النهاردة محمد عادل يحصله يتوقف إن حكم ظالم. أنت هتنزل في الملعب مالكش داخل بالتيشيرتات، مالكش داخل لا بأهلي ولا بزمالك ولا بإسماعيلي. احكم بالعدل، احكم بما يرضي الله، احكم اللي يميل عليه ضميرك، ده إذا كان عندك ضمير أصلا. لكن أنت حكم ما عندكش ضمير. فهذه كانت النتيجة، طرد مستحق لمحمد صبحي، ضرب من غير كورة، واتغاضى عنها حتى ما رضيش يروح للفار نهائيا. في الاخر نقول الف مبروك للاسماعيلي والزمالك والاسماعيلي علة عم، فاي واحد يفوز فيهم مش هتفرق كتير لان هم اتنين علة عم. والفوز دي الاسماعيلي من 5 سنين ما فزش على الزمالك، فالف مليون مبروك للاسماعيلي وجمهور الاسماعيلي. والزمالك في كبوة وهينزل، والهزائم ان شاء الله الماتشات الجايه هيتهزم برضه. والف مليون مبروك للاهلي امبارح الفوز على الترجي الساحق. الاهلي اكتسح الترجي 3-0 في عقر داره، والاهلي كده بنسبة 99% هيلعب النهائي. النهارده ان شاء الله مباراة سان داونز جنوب افريقي مع الوداد في المغرب. اتمنى الفوز للوداد ان شاء الله لانه فريق عربي، لاني اتمنى النهائي يبقى الاهلي وسان داونز عشان الاهلي ياخد بطاره في الملعب من سان داونز، ياخد لنا البطولة. وايا كان مين اللي حيصعد فيهم فان شاء الله النادي الاهلي حياخد البطولة، تبقى البطولة ال11 ان شاء الله. والف الف الف مليون مبروك للزمالك الجمهور الاهلي، ومبروك للزمالك على الهزيمة، وان شاء الله نبارك لها الهزيمة القادمة. ما تنساش تعملوا متابعة وفولو للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.